بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول السيد المسيح: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. النهاردة اليوم اللي السيد المسيح بيعين فيه راعي صالح لهذه الأبروشية خلفا لنيافة الحبر الجليل الأنبا ميشائيل. واختيار راعي ده مش موضوع سهل، لكن موضوع بيبقى محتاج إتقان شديد وتركيز شديد واختبارات كتير علشان يكون الشخص اللي هيعين أهلا للمكان ويرعى كل نفس حسب ما يريد السيد المسيح. زي ما قال سيدنا أنبا يوسطس: التجليس في صوم الآباء الرسل. والنهارده عيد خاص، عيد العذراء حلة الحديد، ودي مناسبة بتورينا ازاي العذراء بتقف مع التلاميذ في الخدمة بتاعتهم وازاي بتساعدهم. ودي ذكرى طيبة جدا يكون فيها التجليس بتاع سيدنا. العذراء تقول له فيها: أنا مش هسيبك، لكن أنا هقف معاك وهساعدك في كل خطوة وفي خدمتك، ومش هسيبك طول الطريق. طبعا وجود سيدنا واختياره دي محبة، إظهار علامة محبة من ربنا لشعب هذه الأبروشية، أن يختار لهم راعيا حكيما محبا أبا حضنه كبير للكل، يحتضن الجميع من فترة طويلة، وهو مش غريب عن مكان لكن عايش في المكان من 27 سنة، فالبيئة مش غريبة عليه والمكان مش غريب عليه والمسؤولين مش غرب عنه. العلامة الحلوة الثانية علاقته القوية جدا بنيافة الأنبا دميان، ودي هتخلي الأبروشيتين أبروشية واحدة. الحب المتبادل بينهم هيخلي الكنيسة القبطية لها مركز خاص في ألمانيا نتيجة العلاقات القوية بين الأبروشيتين. فاحنا بنشكر سيدنا البابا على محبته وعلى اختياره وعلى تدقيقه في هذا الاختيار. بنشكر سيدنا الأنبا برنابا اللي تعب الفترة الطويلة اللي فاتت. بنشكر سيدنا الأنبا دميان على ترشيحه وعلى محبته اللي قدمها من أول يوم من الرسامة. طبعا بنشكر سيدنا الأنبا يوسطس اللي دايما بيقف مع أولاده ويشجعهم ويقدمهم في أحسن صورة. وإحنا كلنا من ولاد سيدنا الأنبا يوسطس، ولاد دير أنبا أنطونيوس. تعلمنا كثير من سيدنا وشربنا منه كثير من هذا الينبوع. وسيدنا الأنبا ديسقورس من الآباء الحلوين اللي استقبلنا احنا لما دخلت الدير، كان من ضمن الآباء اللي احنا تعلمنا منهم كثير. شكرا لربنا على هذا الاختيار، شكرا لقداسة البابا، شكرا لكل الآباء اللي حضروا. ولأنا بقدم التهنئة لكل شعب الأبروشية باسمهم. بيقول لكم ألف مبروك، وإن شاء الله تكون فترة خدمة متميزة. سيدنا فيها قلبه مفتوح للكل وبابه مفتوح للكل، وأكيد هيبتدي يدخل بيت بيت ويقعد مع واحد واحد عشان يقدم صورة المسيح الحلوة الراعي الصالح للجميع. ربنا يكون معكم، وألف ألف مبروك لسيدنا، وألف مبروك لكل شعب الأبروشية. لأننا جدا